السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معنا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم ويا ريت تنال اعجابكم. لو اول مرة تشوفوني انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والافكار البسيطة. بتمنى يعجبكم الفيديو وتتابعوا معايا للاخر وتستفادوا منه، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة معانا البلوستين دول هنعمل منهم الصوت اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. هنبتدي ان احنا زي ما اتفقنا نفرغ الاجزاء بتاعه القماش اللي نقدر نقص منها، وزي ما اتفقت معاكم ان انا دايما هعمل ده معاكم عشان خاطر تبتدوا ان انتوا تشوفوا ازاي نقدر نطلع قماش سليم نقدر نتعامل معاه ونقص منه ونخيط من حاجات موجودة عندنا، حاجات ممكن نرميها بس احنا هنعيد تدويرها. بعد كده هبتدي ان انا اقص الجزء ده من القماش عشان هعمل منه البادي بتاع السوت، وهعمل من المشجر الجزء بتاع البنطلون. هنا كل ده وانا لسه على فكرة بفكر هعمل ايه في الحاجات دي. هدخل الاجزاء بتاعه اللي فيها اللولي دي معانا ولا هنخرجها من الشغل؟ ايه الصح؟ كل حاجة يا جماعة بنفكر بيها وقتها. صدقوني الموضوع مش صعب. انتي ما تفكريش ان الفكرة دي مرتبة ومعروف انتي هتعملي ايه وهتظبطي ايه. لا ابدا، انتي كل ده بتكتشفيه واحدة واحدة وانتي شغالة في قلب الشغل. زي ما اتفقنا ان احنا لما بنقص القماش بيحكم علينا حاجات كتير. بيحكم عليكي ان ممكن التفصيلة تغيري فيها تكات، زي هنا في البنطلون ده العميلة كانت طالبة ان هو يكون البنطلون بقصة معينة. البنطلون هنا الطول عجز مثلا في القماش اللي طلع. ابتدينا ان احنا نغير في التصميم حاجات بسيطة مش كتيرة بس برضو غيرنا حاجات بسيطة. ليه؟ عشان نظبط مع القماش اللي موجود معانا في البنطلون. بعد كده ابتدينا ان احنا نعمل الجزء بتاع الاستيك ده لوحده. ليه؟ عشان ندي طول في البنطلون. كل دي حلول احنا بنبتكرها وقت التصميم ووقت فك القماش. صدقوني من كل حاجة موجودة عندنا ممكن نرميها، ممكن نخلق منها حاجة جميلة جدا وتكون عملية ونستخدمها، بل بالعكس نندم لو احنا كنا هنرمي الحاجة دي او هنهدرها، طبعا الا اذا كنا هنديها لحد غيرنا يستفاد منها. ابتدي هنا زي ما انتوا شايفين كده فرغت كل القماش من البادي البلورو ده، وابتديت ان انا اجهز قماشي للقص. هنبتدي ان احنا نقص مع بعض بكل سهولة وسلاسة، مفيش اي مشكلة، مفيش لا باترون، مفيش مقاسات، مفيش اي حاجة. انتي اللي هتقدري تحددي كل ده، تقدري تحددي التصميم. زي ما انتوا عارفين ان تصميم البنطلون بالاخص ليه قصات كتيرة جدا وتصميمات كتيرة جدا. انا ما بحاولش اعقد لكم اي حاجة، انتي تقدري تتحكمي في التصميم، في الطول، في العرض. ابسط حاجة ان انت تقصي عليها، تجيبي بنطلون بنوتك او ابنك او التيشيرت وقصي عليه بكل سهولة زي ما انا عملت معاكم في الفيديوهات قبل كده. وهنزل لكم فيديوهات كتير على قص بالهدوم اللي موجودة عندك والمقاسات اللي موجودة عندك. ما تحاوليش ان انت تصعبيها على نفسك، دي حاجة انت بتعمليها لنفسك، مش شرط تطلع يعني النتيجة 100%. لا عادي، ممكن تطلع حاجة بسيطة حتى لو البنوتة هتلبسها في البيت وتبقى بالنسبة لك حاجة عملية، بس بجد هتوفر عليكي كتير جدا. وشوية شوية ممكن مع الوقت النتيجة تبقى كويسة وتلاقي الحاجة ينفع تبقى خروج كمان، ما تبقاش على قد البيت بس المجرد ان انت قدرتي تخلقي من حاجة موجودة عندك حاجة تستفادي منها، فده شيء في حد ذاته جيد. انا بحاول اوصل لك الفكرة بطريقة سهلة وسلسة، بتمنى تكون زي ما انا متخيلة ان هي تكون بسيطة، وبتمنى تكون الفيديو واضح بالنسبة لحضراتكم. ولو وصلتي معايا بالفيديو لحد هنا بتمنى يكون الفيديو عجبك، وبتمنى تتابعيني على صفحاتي على السوشيال ميديا على فيسبوك وتيك توك. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، ويا ريت تعملي بقى سبسكرايب على اليوتيوب عشان نقدر نوصل بالقناة لمرحلة كويسة. ولو نفذتي الفكرة يا ريت تبعتولي في الكومنت
وانا هشارك الفكرة معاكم هنا. بتمنى يكون الافكار واضحة وبسيطة. هنا الجزء ده بتاع البادي بتاع البنوتة، هيبقى هنا الجزء بتاع الكتاف، وعندك الجزء بتاع كشكشة هنا امامي وكشكشة خلفي، وهتبقى في هنا تانية حلوة في البادي عشان خاطر البنوتة لو حابة في اي وقت تطوله. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا حاولت ان انا ادخل اللولي ده معانا في الشغل، بس حسيت ان هو هيتعبني في شغل المكنة جدا ومش هتطلع الفينش افضل حاجة، فتخلينا عنه ما دخلناش. ممكن يعني نستخدمه في اي حاجة تانية، ممكن نستخدمه في حاجات كتير، ننفذ عليه حاجات كتيرة وجميلة جدا، حتى ممكن ما تبقاش تبع اللبس خالص، ممكن تبقى حاجات يدوية، فليه استخدامات تانية. بس ده في فيديوهات تانية هنبقى ندور على أفكار تشغل على حاجات زي دي برضو. مفيش أي حاجة عندنا بتترمي مبدئيا، وهتشوفوا ده في فيديو قريب. بعد كده بقى عندنا الجزء بتاع البنطلون زي ما اتفقت معاكم ان انا كل حاجة اعمل لها تطويلة، لان البنطلون هنا الطول هو اللي عجز مع القماش. وهنا يكون السوق بتاعنا جاهز يا دوبك الشغل على المكنه. بس انا للاسف ما صورتلكوش الشغل على المكنه، صورتلكم الفينش النهائي، وده كان الفينش النهائي بتاع السوق. بتمنى يعجبكم والفكره تكون واضحه وبسيطه، بس التصوير هنا مش افضل حاجه عشان كنت بصوره بسرعه بصراحه عشان خاطر اديه لصاحبته. فبتمنى يكون الفكره واضحه وبسيطه، ولو عايزين التنفيذ على المكنه اكتبولي في التعليقات وانا هنفذ معاكم واحد زي ده كده بالظبط على المكنه. بعد كده عندنا هنا في الفيديو ده فكره تانية حابه برضو اشاركها معاكم، وهي بسيطه جدا، وانا متاكده ان العيب ده موجود عندنا كلنا في دولابنا، وهو البيجامه دي ان هي قطن، فالبادي بتاعها كش جدا، بقى قصير جدا على صاحبتها، فهي حابه تعالج المشكله دي. فاحنا دورنا على حل مع بعض ان احنا ممكن نعالجها من نفس القماش الموجود معانا، وهو قماش البنطلون. عملنا البنطلون برمودا ونفذنا قصينا منه الجزء ده ودخلناه مع البلوزه، فطولنا بيه البلوزه وعملنا فيها شكل جميل بفتحه كده من الجناب، هتشوفوها معانا في التنفيذ. زي ما انتم شايفين كده، ده الجزء اللي طلعناه من الرجل الاولى، وده الجزء الثاني. هو هيبقى بالنسبه لنا تطويله جميله جدا، بس هي ادت لمسه تحفه للبادي بتاع البيجامه. وكانت دي النتيجة. هتشوفوه طبعا انا هقفل معاكم الجزء ده على المكنة، وان شاء الله تكون الفكرة واضحة لحضراتكم. ابتدي اخد بقى الشغل ونروح بيه على المكنة بحيث ان انا اوصل لكم الفكرة. بتمنى ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، بس انا حبيت ادخل الفكرتين في فيديو واحد عشان خاطر ما اعملكوش فيديوهين لحاجه. فكرتين هما الفكرتين كانوا بساط كده. يلا بينا على المكنه. بس هنا عملت الجزء بتاع البنطلون وطلع ان الكاميرا فصلت فما كملتش بقيت تصوير الجزء بتاع البادي. بس زي ما انا قلت لكم هنبقى القطعتين اللي احنا كنا حاطينهم على في القص دول هنعملهم وصله امامي ووصله خلفي، ونسيب الجزء اللي في الجناب فتحه. هتشوفوه في الفينش النهائي بتاع بعد كده هنبتدي ان احنا نخيط الجزء بتاع البنطلون ده. وزي ما انتوا شايفين كده بالنسبه لنا البرمودا ده خلص، والجزء بتاع البلوزه هو اللي هيبقى فاضل معانا. زي ما انتم شايفين كنت هوصل ده زي ما انتم شايفين في التصوير، في وصله في الوسط وفتحه في الجناب، وده كانت شكل البلوزه.
بقى شكلها اجمل والله. وبعدين هيبقى في هنا تانية بسيطة جدا في الاخر، ودي كانت الفكرتين معانا. بتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع اصحابكم، والسلام عليكم.